أي حاجة بخمسة، أي حاجة بخمسة، أي حاجة بخمسة، أي حاجة بخمسة، أي حتة بخمسة جنيه، أي حتة بخمسة، أي حاجة بخمسة. يلا يا عم سيف، أي حتة بخمسة جنيه يلا. أي حاجة بخمسة جنيه، أي حاجة بخمسة جنيه، أي حاجة بخمسة جنيه، أي حاجة بخمسة. 75 الترنج على بعضه؟ هي الترنجة 75 ب 75 75 ب 75. هي يا باشا، هي الترنجة 75. بصوا في دول ودول برضو 5 جنيه اي متر ب5 جنيه. بصوا الحاجات الحلوه دي ب5 جنيه المتر. بصوا اهو بكام الحته ولا بالكيلو؟ بالكيلو بكام الكيلو؟ ب90. يمكن اخد اي حاجة ب 15 7 ب 100. بيع 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 بيع. الجلد المقلوب بكام؟ بيقول لك اخرها 205. يعني اولها زي 3 ب 10 و4 ب 10 جنيه. يلا جميع مستلزمات المطبخ، اي حاجه وكل حاجه ب 10 جنيه. الحق 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 الحق، عرض ال 10 وصل. نبيع اي حاجه ب 10 جنيه. كيلو ب 130، اي حاجه كيلو ب 130. بس حبيبتي تعالي هنا عروش واحد هنا. جوبي هنا. كام اللحاف ده؟ ده 2 اطفال ب 580. 2 اطفال ب 580. اللحافه الكبيره هناك اهي فوق والكبير بكام ده؟ 420. طب هجيب تاني ايه؟ كل يومين بينزل، كل شويه بينزل، كل اسبوع هتلاقي. بصي اشكال. بكام القماش ده؟ 60. بكام الشروال هنا؟ ها؟ بكام ده؟ 85. عندك صبيان؟ هما يكشوا ولاد وبنات. هما بنات وولاد. بكام ده؟ ده 5 150. مدام لسه جايباه ب 170 اهي. بصي طب 5 اه ريال بالكيلو. والكيلو بكام بقى؟ والله حلو. كام الكيلو؟ كام الكيلو؟ كيلو ب90. العقد هذا للمطبخ دي ب8. حط فيها شاي. ماشي حلو أوي. سكر. طب ليه ما عندكوش شحن؟ الناس بتسألني على الشحن. شحن؟ يعني مثلا الناس تختار الحاجة وانتوا تبعتوها لها. لا دي أكبر مقاس فيهم ب21 جنيه. دي المقاس اللي ب8 جنيه. ودي ب15 جنيه. تمام. ودي ب13 جنيه. شكلهم حلوين قوي. ماشي. تشكيلة حلوة برضو. معاهم اكياس مخدات هنا. الكيس المخدة ب10 جنيه اهو. تشكيلة برضو. الشارع ده يا جماعة كنز. الشارع ده بتقدري تدخلي يا اما من عند مستشفى المطرية، تدي ظهرك كده للعيادات الخارجية وتدخليه من عند الساحة، يا اما تدخليه زي ما احنا دخلنا كده بالظبط من عند شارع مول العمدة. تمام كده او كده. الشارع ده هو اللي فيه مصطفى السوري، علامة مميزة جدا. تقدري تسألي على محل مصطفى السوري فين وتدخلي الشارع ده، علشان فعلا هتلاقي فيه كل حاجة ممكن تتخيليها وتخطر على بالك. مبدئيا كده الشراويل اللي قدامنا دي اي حاجة ب80 جنيه او ب85 اسفة. كمان كان معاهم ترنجات اطفال قطيفة من 1 لحد 5، من مقاس 1 لحد 5. مقاس 5 ده كان يلبس بتاع 7-8 سنين كده ب150 جنيه بس. حلوين حلاوة. اولا القطيفة بتاعتهم ناعمة وحلوة قوي، بس هي مش قطيفة مبطنة، هي قطيفة وش واحد. معاها بقى اسود واصفر واحمر ونبيتي وازرق وزيتي، الوان حلوة قوي وكحلي. كل الالوان بصراحة كانت موجودة معاهم. كمان كان معاهم طقم دفاية اللي هو الاولادي كذا مقاس، بس والله ما فاكرة السعر. حتى دورت على اصل الفيديو علشان اسمع السعر. انا سألاهم السعر بكام بس ردها عليا، يعني انا ساعتها سمعته بس في تسجيل الفيديو ما سمعتوش فنسيته. معلش سامحوني. ان شاء الله لما الاقيها الاسبوع اللي جاي هسأل لكم تاني على طقم الدفاية الاطفال او الرجال، اللي هو طقم الكلسون الرجالي يعني، بس الاطفال بقى.
ماشي. وزي ما قلت لكم الطقم الترنج القمر اللي انتوا شايفينه ده ب150 جنيه، سعر حلو قوي على فكره، قوي كمان. انتوا عارفين يعني القطيفه ماسكه سعر اكتر من كده، فالسعر ده حلو قوي يعني. اللي يقابلها يشتري على طول. في الشارع ده في 2 بيبيعوا الفرشه دي، اللي هي لو عارفين محل ام يسري القديم بتاع الفساتين، ده المقاس الكبير بتاعه يا جماعه، ده مقاس 5. عايزه اقول لكم يلبس كمان 9 سنين، مش بس 7 و8. اللهم صل على سيدنا محمد. انا قلت ايه؟ محل ام يسري القديم هم فارشين مكانه كده، ماشي. وبيبقى معاهم شراويل ساعات، حاجات فرو، ارواب، مش كل مره زي بعضها. الراجل ده بيبيع ب15 جنيه القطعه، الاطفالي كله اي قطعه ب15 جنيه. ودي كمان اطفال، في بقى حبه ورا كده اي قطعه ب100. بنطلونات جينز وتيشيرتات بلوفرات اي قطعه ب100. قلت برضو ايه اوريكم عشان تبقوا انتوا خدتوا فكره. بعد كده هاخدكم واوريكم بقيه الشارع. الشارع زي ما قلت لكم احنا جايبينه من اوله، في حاجات كتير موجوده فيه. تقدري تدخلي يا اما من عند مستشفى المطريه، قولي بس انا عايزه اروح الساحه بتاعه القماش. الشارع ده في الساحه عند ام ردينه. طيب لو انتوا عارفين ام ردينه اللي بتبيع البطاطين بالكيلو والدفايات، هو نفس الشارع اللي فيه ام ردينه. عارفين مصطفى السوري؟ هو نفس الشارع بتاع مصطفى السوري. ده محل اسمه الربيع بتاع قماش، دايما في سوق الخميس كده بيطلع بره ايه بواقي الاتواب ومش عارف ايه. اللي في الارض ده ب60، قطيفة ملونة زي ما انتوا شايفين كده، ومعاه اللي هو الصوف اللي ورا ده، او الجوخ الكارو او اسمه صوف مش عارفة الصراحة، بيبيعوا ب70. لو فاكرين انا كنت مصوره لكم في الشارع بتاع القماش ب65، والراجل ده كمان بيبيعه ب65. فهو ماسك سعرين بس، يعني تقدروا اللي يقولك 70 تمشيه 65، بس هو كده كده في ناس بتبيعه اوريدي ب65 زي الراجل ده. ومعاه شوية الوان بقى تحف. بصوا اللون ده عجبني قوي، زيتي في اسود، تحفة. هو يبان لكم في التصوير جراي بس هو زيتي فاتح، حلو قوي الصراحة. طبعا القماشات الصيفي كلها ماسكة سعر 35، والشتوي ماسكة 60 و65. وده محل مصطفى السوري. قدامه كده هتلاقوا على طول في وشه كده عم حسن، لو فاكرينه بتاع السوريهات وقماش الفرو. كان عارفني يعني او شافني وانا بصور عند مصطفى السوري، فقال لي تعالي صوري عندي. فقلت اديكوا فكرة زي ما هو طلب. البنطلونات دي ب120 جنيه، الشراويل دي معاه شوية حلوين يعني زي ما انتوا شايفين ستاند كده، ومعاه برضو جواكت، بلاطي حريمي، تشكيلة كده يعني. الشراويل جديدة، والله الجواكت الحريمي جديدة بس تحسوها تصفيات كده. يعني انا كنت فاكرة الاول ده بالة، بس لقيت كل قطعة فيه منها 2 و3، والبالة ما بتبقاش كده، البالة بتبقى قطعة واحدة. فمش عارفة يعني. انا وريتهم لكم برضو، انتوا بصوا عليهم بصة يمكن حد فيكم يعجبه حاجة. الاستندات اهي برضو عنده سواريه، الفستان ب450 هوريهولكوا. الجواكت دي اهو، دي الفساتين كان بيشاورلي عليها، الفستان ب450. طبعا الحتة دي مليانة سواريات، مش بس هنا، عنده ام يسري، وفي في محل اسمه فرحة في وش الشارع ده، وفي استندات في الشارع كتير. يعني سوق الخميس اصلا معروف بموضوع السواريهات ده، مالية الدنيا. وعند مدرسة رفاعة الطهطاوي بقالنا يمكن شهور ما روحناش ناحية المدرسة خالص. هبقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي انزل لكم برضو ناحية المدرسة كده وافرجكم الناحية الدنيا عاملة ازاي، ماشي. الجواكت دي مش سعر واحد، في 120 150 وهكذا 170 على حسب، يعني كل قطعة بسعر. تمام. فانتوا بقى ايه، بصوا بصة كده، هو في وش مصطفى السوري على طول. في الجاكيت المضلع ده برضو، القطيفة المضلع ده برضو حلو وتقيل قوي، عايزة اقولكوا عامل زي البلطو كده. ده بصراحة عجبني، ده حلو يعني. في كمان ده، كل دي على فكرة دي حاجات زي ما قلتلكم تصفيات، مش بالة، لان في قطع، في منها قطعتين و3 موجود منها، يعني كذا شكل منها، ماشي. بعد ما نخلص عنده هنخش بقى عند مصطفى السوري. انا عارفاكم ايه مستنيين جولة مصطفى السوري من زمان، وطلبتوا مني ان انا اجيب لكم منه رقم، بس هو للاسف ما عندوش شحن. فقلت الرقم ملوش لازمه، يعني حتى لو جبت منه هعمل بايه، هو اوريدي ما بيشحنش، اللي عايز حاجه بيروح ياخدها من عنده. تمام. فطالما ما عندوش شحن قلت الرقم خلاص ملوش لازمه. معلش بقى انتوا كنتوا طالبينه صحيح، بس لو عايزينه برضه اجيبهولكم مفيش مشكله، بس زي ما قلتلكم ملوش لازمه لانه ما عندوش شحن.
عنده بقى كل رفايع المطبخ اللي تخطر على بالك يا جماعة، اي بلاستيكات، اطباق، الجاروف ده ب20 ب15، اسفة الجاروف ب15. عنده كمان حاجات التوابل كلها والبرطمانات وحاجات التلاجة وعلب التلاجة، كله موجود عنده. الخامات عنده حلوة قوي واقل من بره كتير قوي. طقم التوابل ده ب45 جنيه، شايفين ما شاء الله ستاند كده عليه 4 قطع، حلوين الصراحة، حلوين قوي. في كمان طقم العلب ده ب58 جنيه، كذا علبة في بعض، برضو الماتيريال حلوة قوي. يعني هو عنده بلاستيكات نوع حلو. الدرق ده ب20، ماشي. الدرق اللي هنا ده ب20 جنيه. حاجات رمضان برضو وتجهيزات رمضان بدأت تظهر في السوق وشغل عالي قوي. المصفى اللي هو بيتطبق وبيتفرد ده السيليكون ده ب95 جنيه عنده. ده المصفى بتاع الحوض، بيتفتح كده عشان تثبتيه على الحوض، وكمان بيتفرد لتحت كده عشان يبقى مصفى وسهولة تخزين يعني. في دي برضو ب25 البولة دي. عنده شغل كتير اوي الصراحة، في باسكتات انواع واشكال عنده حلوة قوي. تجهيزات العرايس بقى والناس اللي عايزة بلاستيكات خامات عالية، هتجيب للمطبخ مثلا حبة من اللي ب10 وب5، وعايزة حبة بقى من الخامات النظيفة، تعالي عند مصطفى السوري، عنده تشكيلة حلوة قوي الصراحة. بصراحة يعني معاه تشكيلة جميلة. انا جبتلكوا بعض الاسعار. في برضو البازل الخشب ده كنتوا سألتوني عليه المرة اللي فاتت ب20 جنيه، تمام. في صورة مع البازل ده بتركبي ال القطع يعني على حسب الصورة دي، تعملي بقى منها اشكال، لعبة، عربية، الحاجات دي الاطفال يعني بتحب الحاجات دي قوي. في كمان تشكيلة هايلة هنا من المعالق السيليكون والحاجات دي. في كمان شماعات الطرح ال3 مع بعض ب30 جنيه. بصراحة معاه شوية رفايع حلوة. على قد ما قدرت جبتلكوا بعض الاسعار على ما بفتكر كمان. انتوا عارفيني انا اصلا عشان منتج الفيديو واسمعه واعرف الاسعار وارجع اسجله بكون نسيت. في اكياس اللي هي بتغطي على الحاجات داخل التلاجة، اللي هي الكيس الصغيرة دي، الكيس ب10 جنيه. في الباسكتات اللي هو الباسكت الملون ده ب17.5، وفي ده ب45، اللي هو ده يعني معدن، فاهمين قصدي، الشبكة ده معدن، ماشي. في ده ب37.5، والابيض برضو في ده ب45، تمام. ده على فكرة لو عملتوه بوت لزرعة، لو انت عايزة تعملي شجرة او ديكور وكده، وتجيبي بقى حاجات من درب البرابرة والحاجات دي تركبيها، حلوة قوي. المنت الابيض ده حلو جدا برضو، اللي هو من ماكس ده ب37.5، سعر حلو قوي، ماشي. في ده برضو ارخص شوية، والله ما فاكرة الاسعار، معلش اعذروني بقى. انا زي ما قلت لكم الاسعار عنده ارخص شوية من بره، ماشي. اهو تشكيلة ده ب17.5، انا قلتلكوا عليه، ده ارخص واحد فيهم. كمان عنده المصافي دي، المصفى ب25، وعنده البتاع اللي بتحطوا عليها الفرخة سليمة تشوها فيها دي، عنده الفوط، عنده كل الاطباق البلاستيك اللي انتوا شايفينها دي، جميع المقاسات، تشكيلة كبيرة قوي. في تشكيلة علب بقى، الناس اللي عايزة علب للمطبخ، سواء بقى للبقوليات، للدقيق، للرز، للشاي، للسكر، بره هوريكم اسعارهم واحجامهم. دول بقى انا منسيتش اسعارهم عشان خاطر هو عامل دليل كده، هوريكم عامل ايه. كيس المخدات دي تبعه برضو، الواحد ب10 جنيه، ماشي. بس في هنا الاول هوريكم العلب، عشان ايه يبقى احنا خلصنا قصة مصطفى السوري خالص. كمية العلب دي حطيتها بره، ودي اسعارها يا جماعة 8 12 15 كده يعني، ماشي. دي ب8 جنيه. انا سايبالكم المقطع ده في بداية الفيديو عشان تبقوا متأكدين من اسعار العلب، لان انا فاقدة الذاكرة، تمام. فكل شوية وانا بمنتج ارجع للفيديو اجيب الاسعار وانساها. دي اكبر حجم فيهم ب21 جنيه، دي انا فاكراها. بصوا هما بيبدأوا من 8 وينتهوا عند 21. في بقى الاحجام اللي في النص بقى، اللي هو 8 12 16 21، تمام. بعد كده رحنا عند جنبه على طول الراجل اللي بيبيع الحافظات اللي بالكيلو يا جماعة. يعني كيس المخدات هو بيبيعها، كيس الخضريات بيبيعها ب10، بعد كده الحافظات دي بالكيلو، يعني دي تاخديها كده توزنيها، الكيلو ب90 جنيه،
ومش شايفه ديفوهات الحمد لله. المره اللي فاتت على فكره كان شغل معظمه ديفوهات، المره دي لا مفيش ديفوهات ما شاء الله، يعني حلوه جدا، حلوه قوي، رسوماتهم جميله الصراحه. اهو كل ده جنب محل مصطفى السوري. الناس دي مكانها هنا من زمان يا جماعه، من قبل حتى مصطفى السوري ما يعمل دي محل. الحته دي كانت مفتوحه كده لو فاكرين، كانت حته واسعه كده مفتوحه، وهو كان برضو بيفرش فيها كلها، قفلها وعملها محل. تمام. كل الحافظات اللي قدامكم دي بالكيلو ب90 جنيه، والدفايات الكيلو ب130. في القماش الشتوي اللي في الارض ده بيبيعوه ب60 جنيه. ماشي. احنا كده داخلين بقى على مكان ام ردينة. ام ردينة هنا عندها برضو بطاطين بالكيلو، وعندها حافظات بالكيلو، عندها حاجات كتير قوي. قبل ما نروح عند ام ردينة في محل الجوي تكس اللي هو بتاع الملايات وقماش الملايات والحاجات دي، هوريهولكوا برضو. الفوط هنا ب15 وب20 وب25 حسب حجم كل فوطة، بتبدأ من 15 جنيه لحد 25 جنيه، وطبعا المقاس الكبير خالص ب35. ولقينا هنا الترنجات تاني لو انتم معايا من بداية الفيديو بيبيعوا برضو ب150 جنيه، ومعاها بس رسم مختلفة. هي في غير اللاين دي في كمان سبايدر مان، يعني لو انت عايزاها ايه اولادي شوية او كده، مع ان انا شايفة ان الترنجات دي تمشي ولدي وبناتي، بس يعني في رسمتين هنا، في لاين وكمان سبايدر مان. ماشي، الاتنين موجودين، والمقاسات هي من 1 لحد 5. مقاس 5 يا جماعة اللي على المانيكان قدامكم ده، يعني يلبس 8-9 سنين زي ما قلتلكم. طبعا بيبقى على حسب حجم الطفل وكده وحجم جسمه، بس يعني ايه تلبسه حلو، خامتهم حلوة قوي. حتى لما لقيته هنا كمان صورتهولكوا عشان تبقوا انتوا عارفين. ده هنا قدام محل مصطفى السوري برضو، عشان يبقى انتوا لو عايزين تجيبوه تنزلوا على نفس المكان ده ان شاء الله الخميس اللي جاي، هتلاقوا الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. الشارع ده من احلى شوارع سوق الخميس، يعني مليان حاجات جميلة 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 يا جماعة. ده بقى محل الجوي تكس، عنده طقم الحاف الاطفال ده ب580 جنيه، طقم الحاف يعني اللحافين. وعنده السرير الكبير او اللحاف الكبير ب430 جنيه. تمام. انا برضو سايبالكم اهم دول اللحاف الكبار، سايبالكم المقطع الاساسي او الرئيسي او الاصلي يعني بصوت البياع في بداية الفيديو عشان تتأكدوا من الاسعار، عشان انا بنسى. ماشي. هنا بقى جينا عند ام ردينة. ام ردينة عندها بقى وش بطانية، يعني اللي هو جزء تقدري تعملي البطانية وشين تركبيهم كده بالكنار اللي بيبقى راكب على البطانية من فوق ده وتعمليها بطانية، او عندها البطانية اللي هي بتبقى اصلا يعني فروة ظهر وش وظهر، فدي بتبقى بطانية وش واحد بس، وبرضو تركبي لها الداير ما يدور الشريط ده ويبقى خلاص دي عملتيها بطانية. وكمان عندها دفايات، وعندها بطاطين عادي متقفله، بطاطين اللي هي بتبقى الخفيفه ال2 كيلو 3 كيلو، كل ده موجود وبتبيعه بالكيلو يا جماعه، الكيلو ب130 جنيه. تمام. كميات ما شاء الله كبيره زي ما انتم شايفين. الناس يا جماعه بتاخد الحاجات دي بالنسبه لها لقطه. البطانيه الجراي دي عايزه اقول لكم الناس كانوا بيشدوها من بعض، اللي هي الجراي دي حلوه قوي، والمقاس مظبوط، بطانيه مقصوصه مظبوطه، يعني دي مش محتاجه غير الشريط على فكره، لان دي مش وشين، دي بطانيه اللي هي بتبقى راق واحد. تمام. فحلوه قوي الصراحه، حلوه وتقلها حلو، تاخديها بقى بطانيه خفيفه، تاخديها دفايه للسرير، انتي ومزاجك وانتي وحسب انتي عايزاها ازاي. لكن صراحه كان معاها تشكيله حلوه قوي قوي. يعني احنا هنا كده في الشارع ده هنطلع على الساحه، عشان احنا جبنا الشارع من جوه من شارع مول العمده، تقدري تاخدي الشارع ده من اوله من عند الساحه، لكن حريه الاختيار. بصوا البطانيه قد ايه ما شاء الله، شايفين ما شاء الله كبيره ازاي، تحفه. حاجات برضو الستاير موجودة والفرنشات والحاجات دي برضو موجودة، الناس اللي عايزة هدوم داخلية وبوكسرات وحاجات من دي برضو في باسكتات هنا. في كمان المكان ده بيبقى مطلع حاجات لقطة، مرة طلع اسمها توب كبير كده قماش ملايات، كان بيبيع منه ب35 حكاية. النهاردة بقى عنده دي انا مش عارفاها هي دفاية ولا حافظة سجاد ولا مفرش قطيف، انا مش عارفة. المهم ان هي على بعضها كده ب250 جنيه، تحفة برضو. يعني دي لو خدتيها عملت لها برضو حاجه كده داير ما يدور كنار كده، او شراشيب ركبت لها شراشيب عند بتوع السجاد، بقت بديل سجاد او حافظه سجاد رائعه كبيره كمان. كفكره عجبتني الفكره جت في دماغي دلوقتي وانا بكلمكم، ان انت تاخديها تركبي لها شراشيب او حاجه
من الفرنشات اللي بتيجي من عند الناس دي بتاعه الستاير وبتاعه السجاجيد والحاجات دي، وتعمليها حافظه حلو قوي. كمان لو ركبت لها شراشيب خفيفه كده تنفع مفرش قطيفه للسرير، بس هي فروتها عاليه الصراحه مش هتنفع على السرير، دي هي احلى حاجه السجاده. الراجل ده برضو في الساحه على طول موجود، دايما بيبيع المتر ب50 جنيه، سواء قطيفة بقى ستاير، قطيفة هامر، قطيفة اللي هي المدرجة اللي انتوا شايفينها دي اللي تحسها مبلولة دي، عارفينها انتوا المموجة دي، او كمان اللي هو الجلد المقلوب، اي حاجة من عنده ب50 جنيه المتر. عنده تشكيلة الوان هايلة من الجلد المقلوب الصراحة. سايبالكوا برضو المقطع ده في بداية الفيديو عشان تبقوا انتوا متأكدين من الاسعار اللي بتسمعوها في الفيديو. احنا هنا وصلنا الساحة يا جماعة، الساحة دي مليانه قماش، انا كنت عملتلكوا فيها فيديو مخصوص عن القماش اللي بالكيلو والقماش اللي بالمتر والقماش البواقي وقماش الفرو وقماش كمان اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو اللي ينفع دفايات سرير، مش بس كمان الفرو بتاع الرنارات، لا تاني اللي هو تعملي منه دفايات للسرير ومفارش للسرير وطقم دفاية وكده. ماشي، دي فرشة رحمة او المحل بتاع رحمة، وده كمان المحل بتاع ام زياد، عندها برضو تشكيلة كبيرة جدا جدا من قماش السواريه يا جماعة. قماش السواريه اسمه كافيار عندها، يعني المتر ب100 جنيه. طبعا النص، عايزة نص متر ماشي، عايزة ربع ده براحتك، بس هو المتر ب100 من جميع القماش اللي انتوا شايفينه ده. عندها كمان تشكيلة كبيرة جدا من اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الجوبيرات من اول من اول 5 جنيه يا جماعة. بصوا شكل القماش عامل ازاي. طبعا الناس اللي ليها في التفصيل، انا عايزه اقول لكم وانا واقفه جت واحده خدت ما شاء الله ما شاء الله بتشتغل في الحاجات دي، يعني كميه يا جماعه لقطه. طبعا الفساتين الشغل ده شغل عالي قوي قوي، يعني الناس اللي بتفصل سواريه بقى هي اللي بتفوز بالاماكن دي وبتتبسط جدا من الاماكن دي. عايزه اقول لكم بيجيلي تعليقات على الفيديوهات بيبقوا مبسوطين قوي قوي ان هم لقيوا اماكن زي كده بتبيع القماش ده بالاسعار دي. طبعا انتوا عارفين ان الاماكن اللي مخصوصة بقى للحاجات دي وللقماش ده بتبيع باسعار خرافية، يعني الحتة زي دي لما تقيسيها مترين مثلا ب200 جنيه دي تعمل جيبونة فستان كاملة، فستان سواريه او فستان زفاف كمان، مش فستان سواريه. انا ماليش في التفصيل بس نظريا يعني واخدين بالكم. الجوبرات دي زي ما قلت لكم من اول 5 جنيه، في ب5 وفي ب10 في ب15 في ب20. في بقى اللي هو الكبير خالص بتاع الملايات ب20 جنيه، هوريهولكوا برضو اللي هو تفصلي منه ملايات للعرايس والحاجات دي، حاجات حلوة قوي الصراحة. تشكيلة كبيرة قوي زي ما قلتلكم. اكتر ناس بتتبسط من الفيديوهات دي يا جماعة ومن الاماكن دي الناس اللي بتفصل. في حاجات كده اسمها اباليك برضو بتركب على الفساتين السواريه والعبايات البيتي القطيفة. يعني بصراحة عندها حاجات حلوة قوي. كمان عندها خرز، الناس اللي بتحب تعمل حظاظات وتشتغل في الخرز او تطرز بيه، عندها كمان خيوط بكر خيط يعني ب10 وب5. تمام، بصراحة الشغل كتير كتير كتير. بصوا اهو ده اللي بقول لكم عليه، ده بقى لو اتعمل كده بيه ملاية مثلا للفرح ولا حاجة حلوة قوي، ده ب20 جنيه المتر، حكاية جامد جدا. بصوا عامل ازاي يا جماعة، عجبني اوي الصراحة. ماشي، معرفش بصراحة ممكن يستخدم في ايه تاني غير الملايات، معرفش العريض ده ممكن يستعمل في ايه يعني، بس هو اكتر حاجة في بالي هي ان انتي تعملي مثلا تدخليه كده على ملاية اوف وايت ولا حاجة، يبقى حلو قوي. الاباليك دي الواحدة ب20، اي واحدة من دول ب20 جنيه. دي بقى اللي بتتحط على الجلاليب البيتي لو واخدين بالكم، يعني بتبقى على اي جلابية كده قطيفة، على صدر الجلابية وعلى الكم. بصوا اهي كل دول الواحدة ب20 جنيه، دي اسمها اباليك، هي اسمها كده. تمام، هحط لكم رقم ام زياد على المقطع بتاعها، يا رب بس الظاهر ما يشتغلش واحط الرقم، لان انا لو لاحظتوا اي فيديو بقول لكم احط الرقم ما بحطوش، يعني الا ايه حاجات كده فلاتات بتعدي مني ابقى فاكره وانا دلوقتي هحطه اروح حاطه الرقم.
الخيوط زي ما قلت لكم، البقرة التخينة القلبوزة ب10 والصغيرة ب5، دي ب10 جنيه برضو. سواريات للأطفال لو حد بيفصل سواري للأطفال. بصوا يا جماعة، انا اروح واجي وارجع للقماش تاني. شايفين كمية التطريز اللي على القماش عاملة ازاي؟ تخيلوا الجمال ده كله، المتر فيه ب100 جنيه. تشكيلة كبيرة الصراحة، يعني في حبة حاجات كده عندها ما تتعداش. كل لما اقول خلاص كفاية كده اقول لا، ايه ده، لازم اصور ده كمان. تخيلي لو انتي مثلا عاملة الفستان كله من الستان سيمبل خالص، وعملتي اكستنشن من القماشة دي، ايه رأيكم؟ حلو؟ الفكرة حلوة؟ مش عارفة، بس جت في بالي برضو قلت اقول لكم. بصوا، انا اي حاجة بتيجي في بالي حتى لو هبدأ اي حاجة بقول لكم عليها، مش عارفة ليه. ادي احنا بنرغي وندردش مع بعض، يعني مش معقولة تقعدوا تتفرجوا كده وانا افضل قاعدة ساكتة، لا، هرغي على دماغكم عادي. فتشكيله كبيره قوي من الالوان الصراحه. بصوا الابيضات حلوه قوي، ابيض على فضي كده. حلو حلو قوي قوي. بصوا كمان ده، انا بوريكم المكان عشان ما تتوهوش. بصوا، ده مستشفى المطريه، ودي العيادات الخارجيه، هم في وشها على طول. ادي ظهرك كده العيادات الخارجيه، قولي بس انا عايزه اروح الساحه بتاعه القماش، بلاش قولي عايزه اروح عند ام زياد. ام زياد مشهوره قوي في السوق على فكره. اول حد قابلته في سوق الخميس لما اول مره نزلت اصور فيه كانت ام زياد، والله العظيم الست دي جدعه جدا. بعد كده بقى بدات تجرأني، كنت لسه بقى يعني مستجده في الموضوع وخجوله كده ومكسوفه. فهي قعدت تجرأني تقولي لا، دول بينزلوا ويصوروا، واعملي وصوري وروحي عند فلان، وتبعت ابنها الصغير معايا، تقول له مثلا وديها عندهم ولا خليها تصور معاها ومش عارف ايه. والله العظيم هي من اجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلوها بجد. ست محترمة جدا ومكافحة، ربنا يقويها يا رب على ولادها. فما شاء الله عليها، يعني عندها تشكيلة زي ما قلت لكم من السواريهات حلوة قوي. واديني بقالي سنتين كل ما انزل سوق الخميس لازم اعدي عليها، لازم اروح لها اشوف الجديد عندها، اصورهولكوا، اسلم عليها حتى لو مش هصور يعني حاجة جديدة بتاع كده. لان هي فعلا زي ما قلت لكم كده من اول الناس اللي رجلي خطت عندهم في سوق الخميس كانت هي. بصوا اللي فيه فراشات ده بقى، ده معرفش ده ممكن يتعمل ايه الصراحة. البنفسجي ده هو تقريبا نفس اللي كان سيموني، بس يعني هنا الفراشات باينة قوي. ماشي، احنا كده يا جماعة خدنا اكتر من وقتنا في السوريات، انا عارفة انا زهقتكم، بس فعلا تشكيلة كبيرة من القماش. اللي شجعني على ان انا نصور كل الكم ده الست اللي كانت بتشتري، كل شوية تدور وتطلع، فانا اقول لا، ده انا لازم اصور لكم ده كمان، لازم كل الحاجات دي واخداها. بصوا بتشدها، كل الحاجات دي هي بتاخدها ما شاء الله يعني. ربنا يحسن سوقهم يا رب، ويرزق الجميع من فضله. كانت خدت كمية حلوة، فكل ما اقول خلاص كفايه كده، انا صورت صوري كتير قوي، الاقيها طلعت حاجات حلوه قوي، اقول طب ما اوريها لكم تاخدوا افكار، تبصوا تشوفوا كده. يا رب افتكر بس احط رقم ام زياد على المقطع عشان خاطر لو حد عايز يشحن حاجه او يتواصل معاها لاي سبب من الاسباب، او يعرف يوصلها ازاي، يبقى انا برضو سهلت عليكم الموضوع ان شاء الله. افتكر يعني برضو دي المتر منها ب100 جنيه. اي حاجه عندها المتر ب100، اي حاجه اي حاجه. هنا الطل عندها المتر ب5 جنيه على فكره. بصوا هي على وش الشارع ازاي يا جماعه، يعني مجرد ما تدي ظهرك للعيادات الخارجيه هتلاقيها على وش الشارع قبل حتى ما توصلوا الساحه. شارع صغير بتاع 10 متر، بعد كده ساحه كبيره قوي كلها قماش. تمام، يعني على قد ما قدرت انا عماله اوصف لكم عشان انا في الوصف والحاجات دي مش دقيقه شويه. دي فرشة رحمة، هي في وش ام زياد على طول. طبعا انا صورت لكم عندها كذا فيديو ليها لوحدها بالاسعار. الرنر ب120، المفرش المربع برضو ب120، الاتنين سواء الرنر وبتوع التسريحة، والاتنين اللي هو الطقم ال3 قطع يعني بتاع التسريحة برضو، كل دول نفس السعر. في كمان عندها طقم حافظات الكنب يعني وكده، كبيرة ب60، الصغيرة ب40، الكرسي ب20، وهكذا. ماشي، طبعا انا اختصرت جدا عندها علشان خاطر زي ما قلت لكم انا صورت عندها كذا فيديو قبل كده. لكن طبعا لو حابين الحاجات دي كلها بالتفصيل باسعار الكشن والحاجات دي قولولي بس، وانا احط لكم لينك الفيديو بتاعها علشان تبقوا انتوا عارفين بقى الاسعار. كل الحاجات دي جايبينها بالتفصيل الاسبوع اللي فات، فما حبيتش يعني ان انا
اطول عليكم واقولها لكم تاني. بصيت لكم بصه كده بس زي ما قلت لكم، اللي عايز يقول لي وانا احط له لينك الفيديو. دي فرشه لقيت عليها بيجامات، عايزه اقول لكم البيجامه من دول ب75 جنيه، البيجامه كامله على بعضها سويت شيرت وبنطلون ب75 جنيه. في قدام المستشفى بقى، قدام الباب العيادات الخارجيه بقى، في الباب ده الشارع الرئيسي بقى بتاع السوق. الكوبايات اللي فاتت دي 3 ب10، وده محل زمزم للبس البيبيهات، عشان خاطر حبايبي اللي بيسألوا دايما على لبس البيبي. عنده اللي هو الهايكول، السلوبيتا الهايكول الشتوي ب20 والصيفي ب15. ماشي، اي واحدة شتوي بكم وهايكول وكده ب20، واي واحدة قط سلوبيتا اقطان يا جماعة، عنده شوية خامات اقطان رائعة ب15. طبعا الحتة دي بتبقى زحمة زحمة زحمة، مش قادرة اقول لكم زحمة ازاي، يعني بتبقى رهيبة. فاحنا هنطلع منها بعد كده، المفروض اكون انا خلصت تصوير. لقيت لكم بقى اول ما طلعت بره خالص خالص كده على الشارع، عايزة اطلع بقى اروح، لقيت لكم الفرشة دي بتبيع ب5 جنيه. قلت لا ما ينفعش، لازم اصورها لكم. طبعا اي حاجة بلاستيك هنا، بولة، باسكت، جاروف، اي حاجة ب5. وسايبالكوا ده اول مقطع في الفيديو، اول مقطع. الناس دي بتبيع ب5 جنيه، بتبيع ب5 جنيه، هي نفس الحاجات اللي بتبقى ب10، بس هو الراجل اللي قالك ب5 يبقى ب5 خلاص، هو عايز يخسر، احنا مالنا يا جماعة. شوية بلاستيكات بقى، لو واحدة بتجهز بصراحة بالنسبة لها كنز يا جماعة. الحاجات دي كلها لازم تملي بيها المطبخ، يعني جيبي حبة من الغاليين، بس لازم يبقى في حبة كده حاجات استهلاكية مستهلكة، اللي هو اللي انتوا عارفين بقى شغل المطبخ بيبقى عايز حاجات من دي كتير. فبصراحة هيوفروا عليكي جامد لما تجيبيلك 5 بولات على 5 مصافي ب50 جنيه، 10 قطع ب50 جنيه. ده ولا في الأحلام، ده ولا في اللالا لاند الأسعار دي. بصراحة ده من أحلى الأسواق اللي ممكن تخطيها، من أحلى الأماكن اللي ممكن تروحيها، ويستاهل ان انتي فعلا تنزليه يا جماعة السوق ده. الراجل ده برضو معاه ب5 وب10 تقريبا، هما كانوا تبع بعض، حتى نفس الحاجات المصافي والحاجات دي بيبيع ب5 وب10 جنيه برضو. ماشي. دي الحاجات اللي في الارض اللي قدامكم دي اللي ب5، وفي حاجات تانية ب10. وفي بقى الراجل اللي احنا متعودين نصوره على طول ب10 جنيه برضو، عند اول سور المستشفى كده تحت يافطة الكابلات. اليافطة اسمها الكابلات، او تمشي كده تروح الكابلات، لكن احنا هنا سوق الخميس اللي في المطرية يا جماعة، عند مستشفى المطرية، عشان تبقوا انتوا عارفين الطريق كويس وعارفين العنوان كويس. كل حكاية ان هو بيفرش تحت اليافطة دي، تمام، لكن هو بيبيع ب10 جنيه. ماشي، هو كان بيبيع ب10 مع سوق من البلاستيكات. عايزه اقولكم ان ده كان اخر حاجه صورتها في الجوله بتاعتي، ده كان اخر جزء صورته. ماشي، عشان تبقوا انتوا واخدين بالكم السوق ده ممكن تدخليه من كذا دخله. انا ساعات كنت بصور لكم دي اول حاجه لما كنت بدخل السوق من هنا من عند المستشفى. انا دلوقتي بدخل السوق من عند الميدان، في اخر حاجه بوصل لها الحته دي. السوق كبير قوي، تقدري تدخليه من اي اتجاه، كله موزع على كله بيطلع على كل برطمان. ده ب10 جنيه على فكرة، الصواني ب10 جنيه. الباسكتات اللي هي اللي معمولة رخامي ابيض واسود دي على فكرة حلوة قوي، لو عملتيها بوتل زرعة حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده كل الحاجات البلاستيك دي ب10 جنيه. تشكيلة كبيرة جدا من ادوات المطبخ، الشماعات، الصواني، الاطباق، البولات، البرطمانات، ازايز الكاتشب والمايونيز الاتنين مع بعض. في كمان كوبايات كده بشاليمو اطفال برضو 2 مع بعض ب10 جنيه. في لغاية دلوقتي اللانش بوكس والازازة بتاعة المية ب10 جنيه برضو. يعني كمية حاجات ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله بجد. حتى الخضار يا جماعة والبنجر، بصوا البنجر ما شاء الله قد ايه ب5 جنيه. ماشي، اهو في حاجات تانية كتير موجودة، مش بس لا، في بطاطس وبصل وبتنجان، واسعارهم بتبقى رخيصة جدا. بتنجان كان ب8، والبطاطس كانت ب10 اللي هي الصغيرة دي. في كمان شوية حاجات حلوة قوي الصراحة. السوق ده يا جماعة زي ما قلت لكم، الزرع، الناس اللي عايزة زرع كمان، الناس اللي عايزة زرع ريحان ونعناع وحاجات من دي ب10، والكبيرة شوية ب15. والصبار، الناس اللي عايزة صبار، كل الحاجات دي موجودة زي ما قلت لكم كده في بداية السوق خالص. لو هتدخلي من جنب سور مستشفى المطرية، اخر سور المستشفى
وادخلي من عنده هتلاقي نفسك هنا عند مول الجمال بتاع الفساتين، كل دي علامات، او عند البنزينة كل دي، او عند ماكدونالدز، كل دول علامات تدخلي من جنبهم عشان تدخلي السوق لو انتي هتدخلي من عند مستشفى المطرية، او اسهل حاجة من عند الميدان. كده يا حلوين احنا نكون خلصنا الجولة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوش يا امارات لو عجبكم الفيديو حطي لايك للفيديو، لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جولاتي في كل اماكن. لايك بقى للفيديو حلوين، نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.